السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. خلني بقول لكم سالفة راعي التاكسي. راعي التاكسي سالفته شوي غريبة. حطينا التلفزيون معاه وما صار في مكان الرفيق، نزل الكشنات فما صار في مكان لرفيقنا. حطينا التلفزيون بالسيارة وركبت معاه قدام، قاعد يسولف علي. المهم قال لي عبد الله شلونك؟ عرف اسمي لأن حجز التاكسي باسمي، فقلت له الحمد لله بخير. انت شو اسمك؟ قال لي اسمي احمد. طلعت شكله البريطاني بحت. قلت له انت مسلم؟ قال لي انا مسلم، يعني اسمي احمد اكيد انا مسلم. قعدت اضحك لان فعلا سؤالي كان غريب شوي. طالت السوالف مع الرجل من بين الحديث، قلت له لو سمحت هني بهل انا مو قادر استوعب بعض الكلمات. بالجنوب كنت افهم كل الكلمات، هني الاكسنت غير. قال لي وين كنت بالجنوب؟ قلت كنت بمدينة بورموث. قال لي يختلف الاكسنت. ايش رايك بمدينة بورموث؟ قلت جميلة جدا. قال انا قعدت فيها 10 سنوات. قلت انا اقول شكلك مو غريب علي، انت السنة اللي طافت كنت ببورموث؟ قال لا. فانا قاعد افكر احاول الشكل، الرجل هذا شكله مر علي حيل. قال لي انا اساسا ما امر عليك الا مرة واحدة بالحياة. طالعتها قلت له ليش؟ قال انا نفس الخضر اللي كان مع سيدنا موسى. قلت هذا ايش فيه؟ قلت زين شلون انت نفس سيدنا الخضر يعني؟ اوكي طيب قول كم عمري. قال انا اعرف كم عمرك بس خليك الحين من عمرك. طالع عيوني خضر، اذا انا الخضر. قعدت اضحك، فطالعني قال ليش تضحك علي؟ المفروض تطلب مني اني اعلمك امور الحياة. قلت ايش هالمجنون اللي ركبت معاه؟ طلع الرجل يحب يضحك لكن الحدود عنده بالضحك مفتوحة. فأنا هني قاعد استذكر بذاكرتي هذا الرجل أنا شايفه. فقلت له تعرف شخص اسمه أندرو ببورموث؟ قال لي أندرو منو؟ قلت له يدرس بالمكان الفلاني. قال لي لا ما أعرفه. قلت له لا هذا يشبهك حيل، نفس طريقة تحدثك، نفس طريقتك وانت تتكلم، حتى نفس شكلك. قال لا ما أعرفه. طبعا أندرو شخص كنت أدرس عنده السنة اللي طافت، شخص ملحد. تناقشت أكثر من مرة أنا وياه، وكان يزعلني وأزعله، وكنت مرات أطلع من الكلاس إذا تكلم بزيادة عن الإسلام والمسلمين. ذكرت أكثر من قصة صارت لي وياه بالسناب السنة اللي طافت. لكن أندرو رغم نقاشي معاه بداية دوامي ومشاكل أنا وياه، إلا أن آخر الفترة أصبح شخص يعزني ويحبني ويقدرني. فقلت حق السايق أحمد هالكلام. قال لي أنا ما أعرف الشخص هذا، وقلت له السوالف اللي صارت لي مع أندرو. وصلنا المكان، نزلت التلفزيون. طبعا الرفيق اللي كان معاي سبقني مشي بسرعة، وصل المكان اللي بنزل فيه التلفزيون. نزلت التلفزيون ورفيقي وبندش المجمع، السيارة بعيدة يا جماعة. لحقني ليه باب المجمع وينادي عبد الله عبد الله. وقفت. قال لي تفضل كرتك. توقعون شو اسمه؟ اسمه أندرو ديتمان، ومدرسي اسمه أندرو جيمس. فأنا قعدت أطالع مصدوم، هل هذا أخوه ولا لا؟ كلمته أعطاني ظهره ومشى. رد علي صدفة غريبة، يمكن تشابه أسماء، لكن الرجال ما رد علي. أنا كنت أسأله أخوك ولا لا؟ حطيت التلفزيون بالأرض أصرخ، ما رد علي ومشى. رفعت عليه التليفون، دقيت عليه قلت له جاوبني هل هذا أخوك ولا لا؟ قال نعم أخوي، وشكرا على ذكائك وهالصدفة الجميلة، لكن أنا ما أعترف فيه كأخ لأنه ملحد وأنا مسلم. حاولت أخليه مسلم ما نفع، فأنا طلعت من بورموث وجيت هل أشتغل، وأتشرف إني أشوفك مرة ثانية يا عبد الله. الغريب بالأمر أن أيضا أندرو مدرسي كان يقول لي عندي إخوان اثنين، واحد ملحد وواحد كاثوليكي، ما ذكر أنه عنده أخو مسلم. فإن شاء الله بأي وقت قريب راح أقعد مع أندرو ديتمان، بشوف أي وقت فاضي فيه وأعرف منه التفاصيل وجزئياتها وأقولها لكم. اسمحوا لنا على الإطالة.